بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده في فيديو جديد هعرفكم فيه ازاي تظبطوا الساعات اللي هي طالعه جديده ديت باشكالها وانواعها، اللي هي التاتش دي. تمام، هي الموضوع سهل وبسيط، وطبعا في ساعات بتختلف في طريقتها، فانا هحاول برضو اشرح لكم لو نظامها نظام تاني هتتظبط ازاي. اول حاجه هننور الساعه زي كده، هنقوم دايسين دوسه طويله زي كده على الشاشه، هنلاقي ايه مكان الساعات كده بيرعش. هنقوم دايسين على الشاشة كده هنظبط الوقت، يكون الساعة 5. هنقوم دايسين كمان دوسة طويلة، هتقوم داخلة على الدقايق. هنقعد نقلب زي كده برضو، ندوس ونشيل صباعنا زي كده، ولو يكن الساعة دلوقتي 5 بالظبط، فهنقوم سايبينها كده. أول ما تطفي كده الوقت ظبط. تمام. طب برضو لو عايزين نخش على التاريخ هنعمل ايه؟ هنعمل كده برضو، دوسة طويلة كده عملت الساعات، دوسة تانية دخلت على الدقايق، دوسة تالتة دخلت على التاريخ. نظبط التاريخ زي كده، نقلب زي ما احنا عايزين. النهارده وليكن 20 أو 19، نقوم داخلين كده. كده ظبطنا ايه؟ التاريخ والوقت. موضوع سهل وبسيط. طيب في ساعات تانية نظامها ايه؟ ممكن تلاقي نفس الشكل ده، بس نظامها في التظبيط مختلف، يعني المكنة بتاعتها غير. بتدوس دوسة طويلة فبتلاقي دخلت على الساعات، بتضطر تقلب من الناحية اللي قدامها، بتدوس على الناحية اللي مكان الدقايق. طب عايزين نخش على اللي بعدها، بتقوم دايس على ناحية الساعات زي كده. يعني طبعا هنا بتقلب، لا بس في ساعات تانية بتدوس هنا بتقوم داخل على الدقايق وتقلب برضو من نفس المكان، يعني تدوس هنا تغير المكان. يا رب يكون فهمتوا الشرح كده، وان شاء الله الموضوع سهل يعني وبسيط. لو حد عنده اي استفسار او مش عارف يعمل الطريقة او كده، يكتب لي في التعليقات، وان شاء الله اتواصل معاه وافهمه الطريقة. شكرا، وما تنساش الاشتراك طبعا وتفعيل الجرس عشان لو اي فيديو جديد او اي حاجة جديدة تظهر لكم على طول.